اعراض جسميه لو عندك ورحت ل 100 دكتور وكل دكتور يقول لك انت سليم وما عندكش حاجه، يبقى انت ساعتها ممكن يكون عندك اضطراب القلق ومحتاج ان انت تروح العياده النفسيه وفورا. معكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. لو انت طول الوقت عندك صداع والصداع ده مش عايز يروح، لو انت طول الوقت قولونك تعبك او بطنك تعباك وبرده التعب ده برده مش عايز يروح، لو ضربات قلبك سريعه جدا 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 وتروح تعمل ايكو ويتقال لك انت سليم وزي الفل وما فيكش اي حاجه، لو بيطلع ليكي او ليك حبوب في وشك او شعرك بيقع ويعني وجيت تلاحظ كده ان كل الاعراض دي دايما بتيجي لما تكون بتفكر جامد قوي ومتوتر جامد قوي، اعرف ان الاعراض دي اعراض ليها علاقه باضطراب القلق. وباكد عليكم لازم الاعراض دي عشان تيجي لازم اروح للدكاتره المتخصصين في التخصصات الثانيه ويقولوا لي انت كويس وما فيكش اي حاجه. يعني في ضربات القلب السريعه اروح لدكتور القلب يقول لي انت كويس، في مشاكل الجلديه اروح للدكتوره او دكتور الجلديه يقول لي انت برده كويس ما فيكش حاجه، والموضوع كله متعلق بالاسترس او القلق اللي انت فيه. فانا جاي وبقول لك ما تفضلش ان انت تقعد تلف كتير على الدكاتره، محتاجه ان انت تلجا للعلاج النفسي وما تترددش ولو للحظه واحده ان انت تاخد جلسات علاج نفسي. وبالاندماج في جلسات العلاج المعرفي والسلوكي والجدلي هتساعدك ان انت تتخلص من اغلب الاعراض دي بنسبه كبيره. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.